يلا مع بعض النهاردة نعمل قارب كيك كده سهل وسريع وحلو. وبجد يعني ما اقولكوش، وهو في الفرن ريحته قلب البيت، مخليه ريحة البيت جميلة جدا جدا. يا ترى الكيك ده ايه؟ ده كيك التفاح بالقرفة. اول خطوة بنجيب تفاحة بنقطعها او تفاحتين، ونحط عليهم نص ليمونة وكوباية مية ونسيبهم على جنب. بعد كده نجيب طبق فيه 3 بيضات مع 2 باكو فانيليا، وهنضيف عليهم كمان نص كوباية من السكر، وهنضيف عليهم كمان معلقة من الخل صغيرة، بتدي هشاشة جدا للكيكة وبتضيع ريحة أي زفارة. هقلبهم تقليب بالمضرب اليدوي، اللي حابب مضرب الكهرباء يضربهم من مضرب الكهرباء، مفيش أي مشكلة خالص. أنا حبيت إن هي تكون سريعة كده وسهلة. بعد كده بحط عليهم نص كوباية من الزيت، وأحط عليهم كمان نص كوباية من اللبن. اللبن عندنا في الدول العربية يعني حليب. بعد كده هنقلبهم تقليب كويس. بعد كده نشوف الخليط بقى الجاف، عبارة عن كوبايتين دقيق، كيس بيكنج باودر، وعليه رشة ملح. اقلبهم تقليب كويس، وهضيفهم على الخليط السوائل، واقلبهم تقليبة كويسة. في هنا بقى حاجة هنعملها عشان تنقل الكيك ده في حتة تانية خالص. الكريمبل عبارة عن ربع كوباية دقيق، وربع كوباية عين جمل مجروش، قرفة وسكر معلقتين ومعلقتين، واحط عليهم ربع كوباية زبدة او سمنة، واقلبهم كويس جدا ونركنهم على جنب. نحضر بقى القارب اللي هنعمل فيه. ندهنه كويس جدا، اي بقى صينيه انتوا تحبوها، بالمنظر ده او منظر مدور زي ما تحبوا، دي حاجه ترجع ليكوا انتوا وذوقكم. بعد كده هنبدا نعمل طبقات. احنا دلوقتي هننزل بالطبقه الاولى اللي هي طبقه الكيك اللي احنا عملناها. بعد ما بننزل بطبقه الكيك دي، هننزل بعد كده بنسويها الاول، وبعد كده هننزل بيه التفاح اللي احنا مقطعينه ونقعينه في الليمون والميه ومصفيينه طبعا تصفيه كويسه. نبدا بقى نفرده فيها، نحاول نوزعه في كل الجوانب، ما نعملش جزء واحد ونسيب جزء، لا نعمله في كل الجوانب بالقارب نفسه. زي ما احنا شايفين كده انا وزعتها توزيع كامل وشامل للقارب نفسه كله. هي طبعا بتتعمل طبقات، بس هي بتاخدش غير هما طبقتين، طبقة أولى وطبقة تانية، يعني ما نكترش أكتر من كده. بس بجد يعني طعمها رائع جدا. نبدأ بقى بعد كده هنضيف عليهم طبقة الكريمبل اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا عملناها، اللي هي بتخلي الكيك بتوديه في ناحية تانية خالص. الطبقة ديت بناخدها بقى بنوزعها، ما نخليهاش كلها كتلة في مكان واحد بس، لا بنوزعها على جميع جوانب الكيكة في كل القارب بتاع الكيك. لازم نوزعها توزيع شامل، الأطراف والنص والجناب وكل الطريقة. ليه بقى؟ عشان تستوي لما نيجي ناكلها بتبقى في كل جزء انت بتاكلي طعم الحاجة الحلوة دي، وهي دي اللي بتدي الكيكة نفسها رونق وطعم جميل جدا. طبعا بنكون مسخنين الفرن، وبندخلها على درجة حرارة 170، تاخد مننا 45 ل50 دقيقة. ولما بتطلع بنحط الخلة او الستيكس ونشوفها، نختبر ان هي خلاص مش معجونة، بنطلعها نطفي عليها الفرن ونسيبها 5 دقايق وبعدين نطلعها. زي ما احنا شايفين كده، شايفين الجمال حتى هي قبل ما تدخل، ما بالكم بقى بعد ما تطلع. ايه الجمال ده! بجد خلت البيت كله ريحته جميلة جدا. والخبز والحاجات في البيت دي بتدي البيت بركة، بتدي البيت حياة تانية خالص. بجد يعني رائع. عندي في البيت عجبتهم جدا، اتمنى منكم تجربوها. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والى اللقاء في طبخة اخرى من مطبخ امل.